السادة رؤساء الدول والحكومات أصحاب الفخامة والمعالي، يطيب لي باسم المملكة المغربية أن أهنئكم السيد الرئيس بتوليكم رئاسة الاتحاد الإفريقي، كما أهنئ سلفكم فخامة الرئيس السيد جواو لورينسو على العمل الكبير الذي قام به خلال ترأسه للولاية السابقة. كما لا يخفى عليكم فإن التنمية في قارتنا لن تبلغ أهدافها ما دامت تتحرك في بيئة مطبوعة بالنزاعات وحالة اللا يقين، ولذلك تبرز أهمية مجلس السلم والأمن باعتباره الإطار الكفيل بتعزيز الوقاية من الأزمات وتسويتها وتهيئة الشروط الضرورية لإقلاع تنموي مستدام. ومن هذا المنطلق وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حرص المغرب على الدوام بصفته عضوا مؤسسا للمنظومة الإفريقية على أن يكون حضوره فاعلا ومسؤولا وفيا لالتزامه الثابت بدعم الأمن والسلم والاستقرار في القارة، وبصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة. ما فتئ صاحب جلالة نصره الله يقوم بكل الجهود الحثيثة لجعل الهجرة رافعة اقتصادية داخل قارتنا، ولذلك راهن جلالته على تدبير شمولي وإنساني لهذه القضايا يربط بين تعزيز الاستقرار وإرساء مقاربات تنموية شمولية والوقاية من الأزمات. كما أن انتخاب المغرب للمرة الثالثة عضوا في هذا الجهاز لا يشكل مصدر اعتزاز وتقدير وثقة في المملكة المغربية، كما يعكس في الآن ذاته مصداقية المقاربة المغربية القائمة على التعاون الصادق والتشاور المستمر والعمل المشترك القائم على مبدأ التضامن الإفريقي واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية. وشكرا لكم.